يا جماعه بجد اللي بتعملوا فينا شركه ابل ده حاجه تخنق. ابل عندها مبادئ وحاجات في السيستم عمرها ما غيرتها من اول ايفون نزل لغايه دلوقتي، حاجات متمسكه بيها، دي حاجات اساسيه عندهم كده لازم يخنقوك بيها. يا عم هم غيروا الشحن اهو لتايب سي، عايز ايه تاني؟ انت لو فاكر ان هم مغيرينه عادي كده تبقى انت غلطان، ده هم مغيرينه غصب عنهم، الاتحاد الاوروبي فرض عليهم ان هم غيروه وغيروه فعلا، يعني هم اصلا مغيرينه بالعافيه. ده يا راجل ده ابسط طموح عندك في الايفون ان انت تغير نغمه الجهاز، مش عارف تعملها، مش عارف تحط نغمه للجهاز غير نغمات الجهاز الاساسيه. بس احنا بقى يعتبر كصناع محتوى كده لينا طريقه سهله وبسيطه، فلو ما تعرفش تغير نغمه الايفون بتاعك تعال اقول لك تغيرها ازاي. اول حاجه هتنزل البرنامجين اللي قدامك دول، جراج باند وجراج تون. تخش على التطبيق الاولاني التطبيق الازرق ده وهتختار النغمه اللي انت عايزها. اول خلاص ما تختار النغمه اللي انت عايزها في البرنامج الازرق هتدوس انستول او تسطيب وهتعمل لها مشاركه على البرنامج اللي اسمه جراج اللي هو برنامج تاني اللي برتقاني. هيجيب لك بقى النغمه اللي اتحملت، كل اللي عليك انت هتدوس دوسه طويله عليها وهتدوس شير، بعد كده هتدوس رينج تون او نغمه، بعد كده يقول لك تم بنجاح، بعد كده تختار الكلمه اللي فوق اللي هتظهر لك دي وهتختار